دعوة النخب الثقافية والفكرية الكردية إلى الحوار. منذ فترة طويلة أفكر بهذه المسائل التي سأتحدث عنها، بل دعتني هذه المسائل إلى قراءة التاريخ الكردي من الناحية الفكرية، كما أجبرتني هذه المسائل إلى مراجعة الثورات الكردية ودراسة أيديولوجيات واستراتيجيات الحركات القومية الكردية المعاصرة. لقد توصلت إلى نتائج سأستعرضها بإيجاز لتكون مادة للحوار والنقد والتقييم. أولاً، إذا أرادت النخب الكردية الثقافية والفكرية أن يلعبوا دورا فاعلا في وحدة الأمة الكردية من ناحية الهوية القومية، فعليهم أن يسعوا في كتاباتهم لفصل الدين عن القومية. عندئذ لن تظهر الخلافات الدينية في مسار القضية الكردية. يجب أن ينتقدوا بكل عقلانية وبعمق فكري أي شكل من أشكال صبغ القضية القومية الكردية صبغة دينية. فالتاريخ الكردي يعلمنا حقائق كان تجاهلها سببا مباشرا للكارثة التي حلت بالأمة الكردية منذ قرون. ثانيا، الشعب الكردي ليس أخا في الإسلام مع الشعب العربي والتركي والفارسي، فهذه الأخوة كانت جسرا لكل المظالم التي حلت بالأمة الكردية طيلة تاريخ انتقال الكرد إلى الإسلام، وكانت نتائج هذا الانتقال ملايين الكرد الذين قتلوا في معارك هذه الشعوب. ثالثا، الإسلام الكردي له خصوصية خاضعة للتراث الكردي حصرا، ومن أهم معالم هذه الخصوصية أن الفكر الإسلامي يأتي في المرتبة الثانية بعد الفكر القومي وهوية الأمة، وبالتالي لا يعتبر التراث الإسلامي العربي والفارسي والتركي تراثا كرديا. رابعا، ثمة ضرورة فكرية تستدعي إحياء التراث الفكري الزرادشتي والأزيدي في الثقافة الكردية المعاصرة. ليس الهدف من هذا الإحياء هو العودة إلى هاتين الديانتين من حيث الإيمان والمعتقد، فهذا مستحيل، وإنما النظر إليهما كما نظر المفكرون الأوروبيون إلى الديانات الإغريقية واليونانية وفلسفتها، والصينيون واليابانيون والهنود إلى البوذية
والكونفوشيوسية والهندوسية والطاوية. فالتراث الإغريقي الفلسفي والديني كان أساس النهضة الفكرية الغربية التي أدت إلى فصل الدين المسيحي عن السياسة وعن الحقوق الفردية والاجتماعية. خامساً، يجب الوقوف ضد تأجيج الصراع الإسلامي الأزيدي بين صفوف الكرد، بل النظر إلى الإسلام والأزيدية كديانتين وليستا كهويتين تنقسم الأمة الكردية على أساسها. ليس للأكثرية والأقلية هنا أي أفضلية، بل ممكن القول أن الأقلية الأزيدية وزردشتية هما التراث الأعرق للأمة الكردية، ولم يكن لهما أي تأثير سلبي على الأمة الكردية، بل كانت الأزيدية إحدى أشكال الدفاع عن الهوية الكردية مقابل الديانة الإسلامية التي اجتثت هذه الأمة من جذورها. سادساً، إن نقد الفكر العشائري والإقليمي والمحلي من أولويات المثقف والمفكر الكردي، لأن هذا الفكر لا يجزئ الأمة الكردية فقط، بل يجزئ الشعب الكردي في كل جزء من أجزاء كردستان الأربعة، كما أنه يغلق باب التطور الحضاري للأمة الكردية. فدراسة تاريخ العشائر الكردية شيء، وتعزيز الفكر العشائري شيء آخر. 6. إن الحدود الراهنة التي تقسم الأمة الكردية حدثت بدون إرادتها، وبالتالي تجد النخب السياسية أنها مجبرة أن تضع حقوق الشعب الكردي في كل جزء من أجزاء كردستان في أولوياتها، فهي التي تحدد حسب الظروف الداخلية والإقليمية والدولية طبيعة حقوق الشعب الكردي في كل جزء. لكن هذه الحالة لا تجبر المثقفين والمفكرين الكرد أن يسيروا وراء الساسة البراغماتيين ويتقوقعوا في إطار هذه الحدود، أو يصيغوا فكرهم القومي في إطارها. فالثقافة والفكر في كل أمة تتجاوز السياسة، وبالتالي على المثقف والمفكر الكردي أن يكون كردستانيا في فكره وثقافته وليس إقليميا. 7. لا يعني هذا النهج الثقافي والفكري أنه بمثابة إعلان الحرب على تراث الأمة العربية والفارسية والتركية، ولا إعلان الحرب على الديانة الإسلامية، بل يعني أن السلم بين الأمم يستوجب الاعتراف بخصوصية كل أمة، وللكرد حرية صياغة خصوصيتهم وإسلامهم بعد أن أصبح الإسلام أحد الديانات الكردية منذ أكثر من 13 قرناً. 8. إن الساسة مجبرون على وضع استراتيجيات متغيرة والتنازل أحياناً عند الضرورة، وإقامة تحالفات قد تبدو ظاهرياً غير مقبولة. لكن المثقف والمفكر غير مجبر على ذلك أبداً، فالنهج الفكري والنهج السياسي مختلفان.
قد يتفق المثقف والمفكر مع السياسي في بعض الأمور، لكنه لا يسير خلفه. ونقده للسياسي ليس مثل نقد السياسي للسياسي، وإنما هو نقد من أجل فتح آفاق أرحب للسياسي كي لا يقع في أخطاء كبرى تجلب الكارثة للأمة. 9. ثمة خلاف كبير بين الصراعات السياسية والخلافات الفكرية في الأمة. فالسياسي الذي يتخذ قرارات تصب لصالح العدو، سواء من حيث يدري أو لا يدري، قد تصل هذه القرارات إلى مستوى خيانة الأمة. أما الاختلافات الفكرية فهي تخلق ثروة فكرية وثقافية تجبر المتحاورين أن يحترموا آراء بعضهم بعضا، لأن الحقائق عند كل واحد منهم نسبية، ومع ذلك تصب في مسار تطور الأمة. أما في السياسة فقد تصبح النظرة النسبية جسرا لتبرير الخيانة. 10. من أكبر الأخطاء الجسيمة في العالم الثالث كله، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وكذلك على صعيد الوضع الكردي المعاصر، توظيف المثقف والمفكر بالترغيب والترهيب كإعلام لتبرير سلوك الساسة والزعماء.